اهلا وسهلا بيكم معايا في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم المخروطة او القدوسية. سموها بقى زي ما تسموها، في بلاد بتقول عليها مخروطة وفي بلاد بتقول عليها قدوسية، بس المهم ان هي حاجة جميلة جدا جدا وبتتباع دلوقتي في اماكن كتير، والناس اللي بيعملوا فطير والكلام ده كله. انا هعمل هنا ده نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليه يعني حوالي ربع معلقة ملح صغيرة، وهبتدي اعجن بالمية. بس كده، ولا اي اضافات تاني. عجينة سهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسة. بنروح نشتريها من بره وبندفع فيها، يعني بتبقى غالية بره، وهي تقدري تعمليها في البيت وبكل نظافة كمان، بدل ايه ما نشتريها من الشارع. الفيديو ده انا كنت عاملاه من كذا سنة بس كنت ناسياه، بس بقلب كده لقيته فقلت لا لازم اطلعه لكم بقى. بصوا، بنعجن بالعجينة ما بتاخدش مية كتير، لازم العجينة تبقى ناشفة. يعني بصوا، مش زي عجينة المخبوزات ولا القرص ولا الكلام ده كله اللي انا عملته معاكم كتير في القناة. بتبقى العجينة قاسية شوية، يعني ناشفة شوية، علشان لما نيجي نقطعها تتقطع معانا. بحط بقى كده ايدي في دقيق، وببتدي ان انا اعمل كور صغيرة، يعني بحجم كده الاستفندية الصغيرة، وابدرها بالدقيق. بعمل بقى كل الكمية دي. انت بقى عايزة تعملي كيلو دقيق اعملي، عايزة تعملي نص اعملي، عايزة تعملي كوبايتين اعملي، يعني الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. نص كيلو بيطلع كمية كبيرة، يعني بيملى حلة مثلا مقاس 26 او 28، غير اللي بتشتريها كيس من بره كده، ما النص كيلو ما بيبقاش فيه. بصوا بقى، ببتدي ان انا اكورها بس كده وابدرها بالدقيق. خلاص انا كده كورت كل العجينة قدامي. هبتدي بقى ان انا اخد اللي انا كنت مكوراهم في الاول علشان افردها، اللي هي بصوا اساسها الدقيق كتير. يعني انا رشيت كده رشة دقيق على رخامة او على الترابيزة قدامك وتقعدي تعمليها. بفردها بقى كده على دقيق، ببتدي بس ايه، يا دوبك افردها فردة صغيرة. انا هوريكوا لو عندك مكنة، وهوريكي كمان لو انت ما عندكيش المكنة بتاعة المخروطة، هتقدري ان انت تقطعيها على ايدك بالسكينة زي زمان بقى في ايام جدودنا، اما كانوا بيعملوها كده على الطبلية، ويقعدوا بقى يرقوها جامد ويعملوها بالسكينة على حرف السكينة. كانت والله بتبقى طعمها احلى مليون مرة كمان من اللي بالمكنة. كان بيبقى فيها بركة كده وطعم الناس القديمة، وستي كانت تقعد تعملها كده واحنا حواليها، فكانت بتبقى فرحة وطعم كمان وحاجة حلوة قوي بصراحة، ايام ما تتنسيش يعني. شايفين بقى، انا بس بديها فردة كده بسيطة وبحطها على التانية، بس طبعا بحط ما بينهم دقيق علشان ما يلزقوش في بعض. بصوا كمية الدقيق ما بينهم، كل خطوة هتعمليها لازم يبقى فيها دقيق كتير، علشان ما العجينة ما تلزقش ببعضها، وهي العجينة بتاعتها زي ما قلت لكم بتبقى ناشفة شوية. جبت بقى المكنة وثبتها كده في الرخامة، وعملتها على اتنين. هو في واحد وفي اتنين، واحد ده بتبقى رفيعة جدا جدا، اتنين بتبقى حلوة. هي المكنة دي بيبقى فيها جزء كده من ورا بيفرد، وجزء تاني بيقطع. بصوا اهم حاجة ان انتي بتحطي في المكنة نفسها دقيق، علشان لما تحطي العجينة ما تتقطعش معاكي وما تتنتش كده معاكي وانتي بتفرديها. الاول خالص بصوا الشفرة اللي ورا دي بتفرد. والمكنة دي مش بتعمل مخروطة بس يا جماعة، دي بتعمل لازانيا وبتعمل مكرونة، وممكن تفردي بيها عجين لو انتي مثلا بتعملي عيش شامي او حاجة. يعني ليها استخدامات تانية كتير، وهي عندي بصراحة من زمان. بصوا ببتدي، بصي فردت حتة العجين كانت صغيرة ازاي، مطيتها وخليتها قد ايه. هنا بقى ببتدي ان انا ابتدي بقى اقص العجين. شايفين؟ تقدري تعملي بقى فيها كمان مكرونة سباكيتي، تقدري تعملي زي ما قلتلك لازانيا، حاجات كتير قوي ممكن تعمليها فيها كمان غير المخروطة. هي بقى كانت طويلة قوي، فانا بعد كده هقطع بعد ما افردها هبتدي اقطعها لاجزاء صغيرة عشان تبقى فرق، يعني سهلة في الفرد وسهلة كمان في التسوية، ما تبقاش شريط طويل قوي كده. بصوا الشريط طويل قوي، فانا بعد كده هقصها علشان تبقى سهلة. واما بتلاقي كده المكنة في الاول ساعات مش بتطلعها كلها مفرودة، يعني متفرفطة من بعضها، بتبتدي تحطي دقيق وتبتدي انتي تفككيها بايدك كده، تعيدي على اللي هما بقى ايه شرايط
3 وحدات كده جنب بعض، 4 وحدات جنب بعض، تبتدي ان انت تفككيها كده من بعضها. لازم تتفكك من بعضها عشان كمان اثناء التسوية ما تعجنش ببعضها وتبقى كأنها مكرونة سباكيتي او مكرونة شرايط. هنا بقى بصوا انا فردتها بس قطعتها ايه، على اجزاء كده بالسكينة، يعني خليتها رول كبير وبعد كده قطعتها. كده اسهل بكتير، بتحطي القطعة ويا دوبك بتلفي وخلاص. وكانت بنتي كانت صغنونة وهي بقى اللي كانت مبسوطة قوي وعايزة تلفها، فكانت واقفة ايه انا بحط لها واقول لها يلا، تروح هي لفة بقى العجين كده فيبتدي يتقطع معانا. اول ما بتنزليه من المكنه بتبتدي برضو ترشي ايه، دقيق وتفككيها كده من بعضها لو في اجزاء ما تفكتش، وترجعي تحطي تاني في المكنه رشه دقيق. كل ما تحطي دقيق كل ما تطلع معاكي متفرفطه احلى. بصي بقى لو انت ما عندكيش مكنه مش هنعمل مخروطه، لا هنعمل بالطريقه بتاعت زمان بقى، الطريقه الاصليه للمخروطه. هتبتدي تفردي بقى العجينه كده، ترقيها على قد ما تقدري. كانوا زمان بيعملوها مدوره كبيره قوي، وبعد كده يفضلوا يبرموها يبرموها ويقطعوها بالسكينة. فانا بفردها كده زي المكنة اما كانت بتفردها لي، يعني سمك رفيع على قد ما تقدري، بس حاولي ما تقطعهاش. وبعدين بحط دقيق وببرمها بس الجزء ده ما بنش، وبعد كده ببتدي ان انا اقطعها بحرف السكينة كده بالراحة. وبعد ما بخلص بحطهم بقى كده في مصفى، وبهز المصفى كويس عشان انزل الدقيق الزيادة من اللي انا عملته في المكنة ومن اللي انا عملته على ايدي. انا جربت بس واحدة كده على ايدي عشان اوريكم بس. عندي حلة بقى كده فيها مية بتغلي، وحطيت فيها مصفة المكرونة وحطيت المعالق زي ما انتوا شايفين كده، يعني بالعكس، علشان اما اجي احط القماشة واحط عليها المخروطة، القماشة تبقى فيه فاصل ما بينها وما بين ال المية برضو شوية علشان ما تعجنش معايا وتستوي حلو. المية المغلية هي بتستوي على البخار على المية المغلية. لو انت عندك بقى حلة المكرونة اللي هي بتبقى مصفى و... وحلة برضو بتبقى حلوة، بس لازم تحطي قطعة قماش وتخلي المية ما توصلش للقماشة، يعني المية تبقى في ربع الحلة، وكل شوية بصي عليها تزودي المية وترجعي تحطي. او وكمان لو تدهني حتة القماشة او الشاشة شوية زيت بسيطة قوي علشان ما يلزقش في القماشة معاكي. طبعا قماشة تكون نظيفة ومغسولة، انتوا شايفين القماشة قدامكم يعني بيضة وزي القشطة. هبتدي بقى انزل العجين اللي كان في القماشة كده، هي خلاص استوت. هي بتاخد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. بتبتدي تقلبيها زي ما انا قلبتها، وتلاقي لونها كده من اللون الابيض دخلت في اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه الحلو ده. لون كده جميل وريحتها بتبقى تحفة. اول ما تطلع بقى وهي سخنة بنحط عليها السمنة البلدي، وتقدري بقى ترشي عليها سكر بودرة. تقدري بقى ان انتي تحطي عليها عسل اسود، جبنة قديمة، يا سلام بقى بالجبنة القديمة لا يعلى عليها. ودي بقى يعني في الصعيد والناس الفلاحين عارفينها كويس، وبنفطر بيها الصبح كده، بتبقى حاجة حلوة جدا جدا. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم وتجربوا المخروطة او القدوسية وتعجبكم. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم ليا، وما تنسوش اللايك كتير للفيديو، ومع السلامة.